ويجب أن يكون هناك حوار الديانات للتعايش السلمي في المنطقة، في العالم، وكل واحد يؤمن بوجود الآخر. أؤمن بوجودي كمسلم، أؤمن بوجودك كمسيحي كيهودي. لا يجب أن تقصيني من أرضي أو تعتدي على مقدساتي أو على معتقداتي كما هو تنشر الصحف الآن في الدنمارك. للأسف الشديد لا نرى استنكار يمس معتقداتنا وديننا ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. ده نبي الأمة الإسلامية، كيف تمس هذه الديانة؟ لا يجوز. أنا لا أمس ديانتك ولا معتقدات. خلينا نتحاور في إطار المصالح المشتركة. لا شك ولا إدانة من وسائل الإعلام المختلفة في العالم، وعلى وجه الخصوص نخاطب أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي. ما تنشر الصحف يسيء إليكم كأوروبيين.